بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. النهارده اخر امتحان لينا، النهارده هنمتحن اخر امتحان في سنه اولى. بجد السنه خلصت بسرعه قوي، مش مصدقه ان احنا خلصنا. وكمان النهارده اليوم هيبقى فيه حاجات كتير قوي، لان احنا بقى هنحتفل ان احنا خلصنا. وكمان في نفس الوقت في تاني دفعه هتتخرج من الكليه بتاعتنا، سنه 5. النهارده اخر امتحان ليهم وخلاص كده يعتبر النهارده هيتخرجوا. فطبعا هنروح نتفرج وانا متحمسه جدا اشوف الاجواء دي، وعقبال يا رب ما احنا كمان نوصل سنه 5 كده ونتخرج بقى، اللي هو بجد شعور. فهروح البس واخدكم معايا في اليوم كله، هوريكم بقى كل الحاجات، وهوريكم كل التجهيزات اللي هم عملوها، وهوريكم بقى هم بيحتفلوا كل الحاجات دي. فانتظر. خلصنا، هننزل دلوقتي واحنا متأخرين على الامتحان كالعادة. تعالي يا رغد، تعالي. هاي، ان شاء الله تكون امتحان سعيد. حاسة ان انا عايزة اغير والبس الطرحة السوداء، مش قادرة امشي من غير طرحة سوداء. رحت غيرت الطرحة، ما اقدرش استغنى عن طرحتي السوداء حبيبتي، ربنا يخليها لنا. احنا متأخرين حالي الساعة 9، الساعة 8:55 دقيقة. الجامعة فاضية فاضية، مش فاضية عشان حاجة، هي فاضية عشان كل الناس طلعت تمتحن الا احنا. طيب رغد بتقول لو احنا كنا طلاب شاطرين كنا صحينا بدري. هي المشكلة مش في كده، احنا صاحيين من الفجر، بس الفكرة ان احنا بقى لما صورنا وعملنا كل الحاجات دي اخدت مننا وقت. بس عادي، كده كده احنا بنمتحن الكتروني، فوقت اللي ببدأ فيه الامتحان بيبدأ يتحسب لي من بعدها، فاحنا كده كده مش متأخرين برضه. ما اعرفش لو كيف الامتحان؟ كده ولا كده؟ وحش قوي. بيوزعوا شوكولاته، وريهم وزعوا لنا شوكولاته. يا جماعة عملنا هاي تاني مرة تاخد حلويات. صوري هنا، صوري هنا. يا زعلانة. شكرا. المرة الثانية حلويات. حلاقة الامتحان عشان كان بجنن. 2 3 رقية ايه شعورك يا الهام يا متخرجة؟ احساس حلو. 5 سنين، 5 يا اصلا 5 احلى 50 في حياتي. ايه شعورك في اللحظة دي دلوقتي؟ مبسوطه جدا اكيد. ايه احلى سنة في ال5 سنين؟ السنين الكلينيكال عموما 4 و5 بالنسبه لي يعني. واوحش سنة؟ اوحش ولا اصعب؟ هي اصعب 5. اوحش بالنسبه لي تانية وثالثه وكده. ليه بقى؟ يعني انا ما بحبش مواد النظري والحاجات دي، فوحشين بالنسبه لي. لو قالوا لك تعيدي السنين دي كلها تاني هتعيديها؟ لا، يعني مجهود بقى وطاقه وحاجات كده راحت مننا كتير قوي، فلا مش هحب ان انا اعيدها، بس حبيت التجربه. الف مبروك. الله يبارك فيك، عقبالكم بقى. ايه شعورك دلوقتي حالا؟ متحمسه قوي وخايفه برضه، اللي هو كده خوف بقى، اللي انت مش عارفه ايه يعني مش عارفه مستقبل فين، هتشتغلي فين، هتروحي فين، سوق العمل عايز ايه، فحماس على خوف. بس انت مبسوطة دلوقتي؟
انتي مبسوطه دلوقتي؟ زعلانه عشان هسيب صحابي الاتنين مع بعض. طيب ايه احلى سنه في ال5 سنين؟ احلى سنه 5 السنه دي. اشمعنى بقى اشمعنى سنه 5 احلى سنه؟ هو رابعه وخمسه عشان العيادات بدات تتعاملي مع بيشنت، فحسيتي بقى ان انت ليكي قيمه، يعني بدات تعالجي ناس تشوفي هو عايز ايه كده يعني. طيب ايه اوحش سنه في ال5 سنين؟ سنه اولى عشان كنت لسه ما هقول لك، لا احنا في اولى عشان ما كنتش لسه على الوضع، ما سبت صحابي في ثانويه وجيت هنا ما حدش معايا، لسه ما اعرفش اي حد، فطبيعي تكون سنه اولى كانت اصعب سنه بالنسبه لي يعني، مش كدراسه بس اللي انا كنت لوحدي ما اعرفش حد. طيب لو قالوا لك تعيدي ال5 سنين تاني هتعيديهم؟ اعيد ال5 سنين تاني دراسه؟ لا، هي حلوه بتتعرفي على ناس جديده بس كل مرحله يعني كل سن وليه اولوياته، يعني خلاص انا اتعلمت، لا اعيد من الاول ما اشوف حاجه تانية اعملها بقى يعني، فاهمه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. دي انا سنه اولى وخلصت سنه اولى. انا مبسوطه جدا ان خلصت سنه اولى، ودفعتي هتوحشني، منى هتوحشني، الجماعه كلكم والله، وسما كله مريم وآلاء هتوحشني، وصحابي كلهم هيوحشوني، كلكم كليه ولا ايه؟ و4 شهور ارجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنقدم لكم الاذاعه المدرسيه نشرة الاخبار. دي الهام المتخرجه يا جماعه. مريم بتحط لي ايلاينر، وانا اللي حطيت لها ايلاينر عشان انا ميك اب ارتست. مريم المبدعه. صورتي معاها يا جماعه؟ ده توتوريال تعليم ايلاينر. يا جماعه الحاجات المهمه اللي لازم تعملوها في اليوم اللي هتتخرجوا فيه انكم تجيبوا حد فنان زي مريم يرسم لكم ايلاينر محمود سعيد، ويعمل لكم حاجات حلوه. يلا ستيب 1 يلا التوتوريال التخرج بتاعي. الخريجين دلوقتي بيعملوا ميك اب، تقول لك بص الناحيه دي، بص الناحيه دي. رسمت بالسرعه دي. ايه شعورك دلوقتي حالا يا الهام؟ يا بنتي حياتي بقت اجمل بكتير بجد، انا ما عرفتنيش. طيب لو قالوا لك تعيدي ال5 سنين هتعيديهم تاني؟ لا ليه مش انت حامل؟ ما خلاص بقى نشوف 5 سنين تانيين. طيب ايه احلى سنه في ال5 سنين؟ احلى سنه 5، هي اصعب واحده بس اتفرجت فيها، بس هي كانت حلوه. طب ايه اوحش سنه في ال5 سنين؟ سنه تانية اللي انتوا داخلينها. شكرا يا الهام، شكرا. شعورك دلوقتي حالا؟ نعم. شعورك دلوقتي حالا؟ مبسوط. ايه احلى سنه في ال5 سنين؟ احلى سنه في 5 سنين السنه دي عشان خلصت. طب واوحش سنه؟ اوحش سنه رابعه. ليه رابعه؟ ليه رابعه؟ عشان اول تعامل مع البيشنتس وكده، فالموضوع كان صعب. طب لو اقول لك تعيد ال5 سنين تاني هتعيدهم؟ عيد 5 سنين اشمعنى؟ عشان انا غير الناس دي كلها، انا مريت بتجارب حلوه قوي سواء في الاتحاد او المصري الحاجات دي كلها، فالموضوع ده بالنسبه لي كان اهم حاجه في الكليه، فانا مستعد اعيدها تاني من اول عادي. الف مبروك. الله يبارك فيك. لو لك تعيدي ال5 سنين تاني هتعيديهم ولا لا؟ والله with love. حلوين عدوا والله. انت في الاول الموضوع هيبقى رخم، بس حاليا اخر يوم امتحانات يعني ام سو براود ان انا عديت السنين دي. ايه شعورك دلوقتي؟ مبسوطه جدا الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك. ايه شعوركم دلوقتي حالا؟ مش مصدقه اصلا، مبسوطه. مش عارفه، لا لسه هحس بعد شويه كده. اول مره لما اروح البيت واكل كده معاهم على ما يبقاش الترابيزه مذاكرة والعب مع بنت عمي حاجات كتير. ايه احلى سنه في ال5 سنين؟ ايه احلى سنه في ال5 سنين؟ سنه 5. طب واوحش سنه؟ عامة السنوات اللي دخلنا فيها الاستثناء يا جماعة. قالت سنة ثانية. ايه سنه تانية ليه؟ ثانية بتاعت المايكرو وفارما. مش عارفه، بس لا مش حكايه ادوات، مش حكايه مواد، حكايه اللي كنا الصحاب وكده، كانت الجو في الكليه كان حلو يعني. طب ليه سنه 5 احلى سنه؟ عشان عملية. على عملي أكتر. طيب ايه اوحش سنه؟ ايه اوحش سنه؟ اللي كان فيها اورال بسولوجي كانت ايه؟ ثالثه اوحش سنه، ثالثه وش. ثالثة هي ثالثة. ما اعرفش انا. طيب لو قالوا لكم تعيدوا ال5 سنين تاني؟ لا عيد 5. ايه دي؟ لا دي درجات دي عشان تقولي عيد. يلا يا بنتي عشان نظهر. شكرا. نفس الكاب بقى. بس كده. لا خليها تلبسها في الفيديو. ايه شعورك دلوقتي؟ ايه؟ شعورك دلوقتي حالا؟ زي الفل. بس عاملة قلب بالبتاع ده زي الفل. طيب ايه احلى سنه في ال5 سنين؟
تالتة. ليه سنه ثالثه؟ مش عارفة، كانت سهلة بالنسبة لي. طب وليه ايه اوحش سنه وليه؟ 5. 5؟ انت الوحيده اللي قلتي 5. هما قالوا تانية أكيد صح؟ أنا قالوا 5. قالوا 5 احلى سنه. لا 5 أسوأ سنة بصراحة. ليه بقى؟ بهدلة كتير ومرمطة كتير، وتحسي مش عارفة طب ألحق من ده ولا ألحق ده ولا ألحق دول كلهم ولا إيه، مفيش. طيب لو قالوا لك تعيدي ال5 سنين تاني؟ مش عايدة أكيد يعني. طب الحمد لله على كده خلصنا. ايه تخطيطاتك للمستقبل؟ هستمتع بالأجازة. برافو برافو. شكرا. ايه شعوركم دلوقتي؟ مبسوطين طبعا وفرحانين بس لسه يعني مستنيين حاجات كتير، بس احنا طبعا مبسوطين وفرحانين النهارده بالتخرج. الحمد لله انها خلصت خلاص كده كفايه، ايا كان بقى حاجه الحمد لله انها خلصت ومش عايزين نعدي بالكليه دي تاني يا ريت. ايه احلى سنه في 5 سنين؟ مفيش ولا واحده حلوه. اولى وثانيه. اوحش سنه؟ ثالثه. احلى سنه؟ بتهيألي 5 السنه. بتهيألي اولى كانت صعبه، بتهيألي كنت لسه اول مره ادخل الكليه. بتهيألي كده. ايه شعورك دلوقتي؟ شعور رائع. شعور يعني انت ما اتخرجتيش ازاي؟ بجد اللي ما اتخرجش ده ما اتخرجش ازاي اصلا لغايه دلوقتي. ايه احلى سنه في 5 سنين؟ سنه ثالثه. تانية. احنا داخلين تانية يا جماعه. تانية دي ما فيش اوحش منها في حياتي. هي ما فيهاش ميزه بجد، هي ميزتها بس قسم الهيستولوجي مثلا يعني، انما غير كده ضايعه. الله يبارك فيك. اصعب سنه في ال5 سنين؟ ممكن اولى وثانيه. عارفه احساس ان انت خدتي مواد مش شغلنا وكده، فما كانتش حلوه قوي بصراحه. واحلى سنه في ال5 سنين؟ 5. اشمعنى 5 احلى سنه؟ بصي كنت انا تعبانه في اول السنه وكده، ومجموعه كبيره قوي من الناس اللي كانوا موجودين بداوا يساعدوني، ولقيت ان انا عرفت ناس اصلا ما كنتش عارفاهم قبل كده، فكانت حاجه حلوه قوي بصراحه. ايه شعورك بعد اخر امتحان في اخر سنه ليكي في الدراسه؟ سعيدة وفي نفس الوقت حزينة عشان هتخرج يا جماعة. أنا بحب حياتي كطالبة، إن أنا شخص غير مسؤول. يا لهوي على والله بجد. اقسم بالله الحمد لله مش تعرفنا في البيت تاني واخد الاوضه، يا رب ارجع اوضتي عشان انا تعبت. بموت فيها. عايزة أبعت رسالة شكر دكتورة عبير ودكتورة هي عشان بحبهم قوي. ماشي. احلى سنه في ال5 سنين؟ لا يا جماعة، أنا بحب أقول عشان كانت أول سنة وكنا لسه مش عارفين بعض، وبعدين بعد لما عرفنا بعض فهماني بقى كده. طب ايه اوحش سنه؟ لا كلهم حلوين، بس أنا كنت اكزوستد السنة دي قوي يعني. بس شكرا. فيديو. طيب يا جماعة لما أنا حاليا خرجت السنة ومتعودة دائما أشوف المقدمة أول مرة. ليش تسألها؟ شو شعور هي شعورها إذا لا يوصل؟ أنا مشاعري مختلطة صراحة. مش عارفة مش عارفة أحدد. ايه احلى سنه في ال5 سنين؟ ممكن كانت ثالثة وخمسة ورابعة، الكلينيكال كله كان حلو يعني.